يسعد لي مساكم. اخباركم ايه يا اصحابي؟ وحشاني كتير وسعيده جدا ان انا موجوده دايما معاكم. وانتوا كمان بحب قوي الكومنتات بتاعتكم الحلوه اللي بتشجع الواحد، اللي تخليه يقف قدام الكاميرا ويصور، يحس كده ان وراه مسؤوليه كبيره وحلوه. عايزه اقول لكم النهارده هعمل معاكم ريفيو صغنطوط قوي كده من الحاجات اللي تقريبا ما بقدرش استغنى عنها في المطبخ. بعض الحاجات كده اللي تقريبا يوميا بستخدمها على طول على طول، وفي حاجات تانية مش بحتاجها تماما او تقريبا مش بستخدمها اصلا. بس هوريكم الحاجات المهمة والحاجات اللي هي الأساسية في المطبخ. وتعالوا يلا بينا. وجيت لكم تاني هقول لكم بقى الحاجات المهمة جدا في المطبخ، ما نقدرش نستغنى عنها كلنا طبعا. اول حاجة القصة دي كلها. بصوا عايزة اقول لكم قد ايه الحاجات دي انا ما كانتش عندي طبعا في الاول، بس لما جبتها حسيت ان انا مش قادرة استغنى عنها. اول حاجة طبعا الملقاط. ده بستخدمه، يعني مش عايزه اقول لكم ان انا في كل حاجه بقليها على النار بستخدمه بيها. هو بصراحه قوي جدا، ماسك نفسه حلو قوي. طبعا ده مش بيجي لوحده، بس هما اوريدي بيتباعوا لوحدهم، كل واحده لوحدها. بس انا جبت المجموعه على بعض. دي كده اول واحده. وبعد كده الكبشة طبعا دي عندنا، يعني بغض النظر عن الخامة بتاعتها او كده، هي لذيذة وحلوة وكل حاجة، بس بتيجي مع المجموعة سوا. بس انا عندي منها يعني اشكال كتيرة وحاجات كتيرة قوي. بعد كده يا ستي بقى نيجي للمغرفة بتاعة المكرونة. حلوة بجد، عجبتني قوي قوي بصراحة. يعني الاسباجيتي بالذات بتبقى الشغل فيها حلو، بتبقى لذيذة قوي. وخامتها على فكرة برضو جامدة، مش خفيفة. تمام، هي بس يتهيأ لي كده ان منظرها كده ضعيف، بس لا هي قوية وحلوة قوي. وبتخش غسالة الاطباق، بتستحمل الحرارة، يعني الطقم ده كله بيستحمل الحرارة. وعندي يا ستي القطاعه دي، او اللي انا بطلع بيها المكرونه البشاميل، بطلع بيها اي حاجه في صينيه، برضو لذيذه جدا وحلوه قوي. المجموعه دي كلها كانت على بعض طبعا ايام الرخص طبعا في ايكيا. كانت عامله تقريبا 129 130 مش عارفه، بس طبعا دلوقتي بقت ب 200 جنيه زي ما وريته لكم في الريفيو اللي كنت عاملاه هناك. المجموعه دي بصراحه حلوه جدا، يعني بتستحمل. مهم بس ان انت تراعي كده نفسك فيها، وما تحاوليش تهلكيها وتكسري فيها، بس مع الاستعمال الحلو والهادي بتستحمل قوي قوي. نيجي بقى لسلك التليفون بتاعنا ده. حقيقة أنا كنت يعني مستهيفاه، ما إيه الهبل ده يعمل إيه؟ ده يعمل بشاميل، ده يضرب بيض، ده مش عارف إيه. جبته حقيقة تحفة. مش قادرة استغنى عنه، وكل ما اروح ايكيا حد يسألني عليه بروح والله مش بلاقيه خالص، لان تقريبا الناس كلها اكتشفت ان هو فعلا حاجة حلوة قوي. طبعا هو يعني هو او ده واحد مفيش مشكلة، انا عندي ده كنت بستعمله عادي خالص. بس طبعا في الحلل الجرانيت، في الحلل اللي هي بتكون ممكن انها خاف انها تتجرح او كده، ده بيكون أأمن كتير من ده. لكن أنا ما أقدرش أستغنى عن ده خالص طبعا، منه الكبير ومنه الصغير عندي، لكن ده اختراع برضه لذيذ حلو. بعد كده عندي الاسباتشولا. الأنواع الاسباتشولا اللي عندي واحدة رفيعة. بصوا طبعا دي رفيعة، فمش بستعملها كتير لأنها استعمالاتها يعني عايزة حاجة كده إيه أطفالي، حاجات تفاريح كده. بس هي استانلس وتحفة، يعني هي الخامة بتاعتها تحفة جدا وعندي من زمان قوي، فبس مش قادرة استغنى عنها. اما الاسباتشولا دي بلاستيك بس حلوه لذيذه جدا، وبرده في الشغل حلوه وبتستحمل الحراره وجميله جدا. اما بقى الفرش بتاعتي منها الكبير والصغير. الفرشه دي صينيه صغيره او حاجه صغيره بتعامل معاها كده، دي للحاجات الكبيره، للصواني الكبيره وكده. الاتنين واحده بلاستيك، الصغيره دي بلاستيك والكبيره دي خشب. تمام، فعايزه اقول لكم الاتنين حلوين جدا، الاتنين بيستحملوا برضو الحرارة. لو حطيتيها مثلا في غسالة الأطباق، غسلتي ومية سخنة قوي، هتستحمل معاكي، سيليكون حلو ونضيف قوي. بعد كده بقى يا ستي قطاعة البيتزا، طبعا محدش يستغنى عنها ابدا. انا بستعملها في كل حاجة، يعني سواء بيتزا، سواء جلاش، سواء ساعات مكرونه بشاميل، لو يعني صينيه صغيره او كده، فما بستغناش عنها ابدا ابدا. وممكن تقطعي كمان بيها عجينه، يعني لو انت بتقطعي عجين وعايزه تقسميه بتقطعي بيها سهله قوي، دي برضو ما بقدرش استغنى عنها ابدا. اخر حاجه بقى هراسه
البطاطس اي يعني، او بتهرس اي حاجه، بتهرس فول، بتهرس بطاطس، بتهرس اي حاجه عندك، المهم انها تبقى حديده كده حلوه، وفي نفس الوقت تبقى يعني ماسكه نفسها، مش بلاستيك او كده، لان انت بتضغطي بيها جامد قوي، فبالتالي طبعا في منها اشكال كتير، بس ضروري تكون يعني ماسكه نفسها كده. فالحاجات دي ما اقدرش ابدا ابدا استغنى عنها تماما. بجد انتوا كمان اكيد الحاجات دي ما بتقدروش تستغنوا عنها، بخلاف موضوع ايكيا خالص اللي المتاحه عنده، لكن طبعا اكيد كلنا عندنا الاشكال دي بانواعها يعني باختلاف المعادن بتاعتها. بس يا ستي ده كان موضوع حلقتنا النهارده او الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا انبسطتوا معايا، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، وباي باي.